طيب علاقة بقى إسماعيل ياسين بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الحقيقة الموضوع ده أثار كتير قوي، يعني ناس تقول لك كانت العلاقة كويسة قوي، ناس تقول لك لا ده هو جمال عبد الناصر السبب في إن هو اتحجز عليه. لا هو يعني بصي، جمال عبد الناصر كان من اصدقاء بابا اسماعيل. أيوة. اولاده كانوا معانا في المدارس، كانوا في المصيف في المنتزه على طول مع بعض في اليخوت بتاعتهم والمراكب وكده. فكنا لا كانوا اصحاب يعني، واولاده اصحابنا. انما موضوع ان عبد الناصر هو اللي اذاه، لا ما اعتقدش طبعا يعني، ما اعتقدش خالص. انما رجال عبد الناصر بقى كانوا كتير، وكان بقى كل واحد يعني مش عارفه يعني اقول ايه، بس يعني هو صعب عليه طبعا جدا ان موضوع المسرحيات تتمسح، ودي كانت بتملي فاعل مقصوده يعني. هو لسه اسالك السؤال ده، هقول لك هي فين مسرحيه اسماعيل ياسين؟ تقريبا مفيش الا مسرحيه او اتنين بالكتير قوي هم اللي لا هي كل الرجاله كده بس، ومش كامله كمان، هي واحده بس اللي في التلفزيون، لكن هتلاقي في الاذاعه كتير. طب تفتكري ان هي فعلا المسرحيات دي اتمسحت يعني بفعل فاعل؟ طبعا طبعا، كانوا بقى بيطلعوا نجوم جداد بقى، وعايزين يمسحوا تاريخ اسماعيل ياسين. الموضوع ده ضايقه ووجعه كمان جدا يعني. لان هو بالنسبه له عشقه الاكبر المسرح. يعني بينشأ انه كان المسرح اكتر من السينما. اتوجع قوي يعني قوي.